ضيوفنا اللي بيشرفونا النهارده المستشار زين الدين الهواري رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية ومصارعة الذراعين. اهلا وسهلا سيادة المستشار، منورنا. اهلا بيك. ومعانا كمان الكابتن ابراهيم حلمي المدير الفني لمنتخب مصر لمصارعة الذراعين. كابتن ابراهيم اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ومعانا الكابتن محمد معروف بطل العالم ومدرب وخبير رياضة الايروبكس. اهلا وسهلا. اهلا يا كابتن حازم. يعني طبعا هنروح بداية لرئيس الاتحاد اللي المفروض يعني على رأس هذا الاتحاد وأدرى الناس بمشاكله، وهو اللي بيرفع صوت المظلومين اللي بينتموا لهذا الاتحاد أمام المسؤولين. لكن معرفش يعني هل من مجيب. أنا عايز في البداية سيادة المستشار زين الدين الهواري يعني تعرفنا أو تقربنا أكتر، رغم أن سيادتك وبعض الأبطال من الاتحاد كنتوا ضيوفنا قبل كده في قضايا رياضية، لكن يعني في الإعادة إفادة يمكن نقول بس الاتحاد المصري للقوى البدنية ورياضة الذراعين أو مصارعة الذراعين يعني إيه بالظبط تاريخه، بيتكون من إيه ووصل لإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أصحح على الاسم زين العابدين الهواري. أهلا وسهلا. زين العابدين وليس زين الدين. أهلا وسهلا. فطبعا أنت عارف إحنا كنا قبل كده في برنامج سابق مع سيادتك وذكرنا بعض القضايا اللي كانت موجودة في الاتحاد، وكان يتلخص الموضوع في قضيتين. القضية الأولى الحافز الرياضي، والقضية الثانية اللي هي عدم وصول الدعم المناسب لرفع شأن هذه الرياضة في مصر أو المستوى الدولي. طبعا احنا تحدثنا قبل كده انه احنا قلنا انه في شيك البرازيل اللي اتعمل في سبتمبر 2012 حتى تاريخه لم يصرف بعد، رغم المحاولات المستميتة من قبل الاتحاد المصري للقوة مع وزارة الرياضة. طب حضرتك بس خدتنا كده يا سيادة المستشار للمشاكل مباشرة. أنا كنت عايز بس للمشاهدين اللي ربما يعني ما تابعوش الحلقة اللي قبل كده يعني نعرفهم الاتحاد ده يعني بعض أو حتى نقاط سريعة كده. أنشئ إمتى؟ عدد اللاعبين اللي بينتموا إليه؟ الرياضة دي عبارة عن إيه؟ سريعا كده. تمام سريعا. الاتحاد المصري للقوة أنشئ سنة 92 بالقرار رقم 1 سنة 92. وطبعا دي كان رياضه موجوده في انجلترا وفي امريكا من زمان، يعني من الستينات او من اكتر من كده. فالعميد عثمان عبد الغني عثمان كان رئيس الاتحاد السابق. لما دخلنا اللعبه دي في مصر عملنا الاتحاد سنه 92 زي ما انا قلت. بدا مصارعه ذراعين ثم اضيف لنا نشاط القوى البدنيه. مصارعه الذراعين طبعا انت عارف ان هي بتتعمل مراحل سنيه من اول 12 سنه حتى 60. وبالاوزان وفيها اوزان مثلا 55 60 65 وهكذا لغايه المفتوح. تمام. فيها مراحل سنيه من 12 لغايه 60 سنه. قسم 12 14 16 18 20 اولى تحت ال 40 فوق ال 40 فوق ال 50 فوق ال 60. كويس. طبعا دي ليها بطولات جمهوريه والقاهره ومناطق يعني. اضيف ليها نشاط القوى البدنيه اللي هو 3 رفعات، الديد ليفت والبنش بريست والسكوات. دي بطوله حديد يعني. احيانا في لاعب زي ما انت قلت قبل كده جبناه هنا بيشيل طن وربع. تمام. والمجموع يعني في المجموع بتاعه فتله. احمد فتله. هو مش فتله طبعا. هو مش فتله خالص. ده يعتبر افضل لاعب على مستوى العالم. ايوه. وافضل ناشئ كمان على مستوى العالم يعني. كويس. طبعا اللعبه دي محتاجه تكاليف جامده في التغذيه والحاجات دي كلها. احنا بنقدر ندبر ان اللعبه دي الناس بتحبها يعني. تمام. فالحمد لله من خلال وجود الاتحاد ووجود مسؤولين ووجود ناس بيحبوا اللعبه تمكنا ان احنا نقدر نبقى على المستوى العالمي فعلا. كويس. حتى اننا فزنا بالمركز الثالث على مستوى العالم في 98 البطوله اللي اقيمت في القاهره، وثالث عالم. انا بقول يعني في 2002 فتله من افضل او ان لم يكن يعني افضل لاعبي العالم في وزنه حقيقي. طيب الحلقه اللي فاتت يا سياده المستشار اتكلمنا في جزئيه الدعم، ويمكن حضرتك اشرت ليها، والشيك المتاخر من 2012 للبرازيل، والبطوله دي يعني الاتحاد شارك فيها وحقق انجازات كبيره ومراكز متقدمه، وتوقعنا ان يكون يعني تم صرف الحافز ده او الناحيه الماديه دي. مش عارف يعني انا الحقيقه في مفاجاه دلوقتي ان حضرتك بتقول لي ما اتصرفش. هو يعني هم الاربع لعيبه اللي حققوا مراكز، في 2 حققوا الرابع و2 حققوا السادس. وخدوا تكريم. بس التكريم ايه يعني؟ واحد واخد رابع عالم على 40 دوله بياخد 4000 جنيه. ما تجيش سندوتشات كان بياكلها مثلا في التمرين يعني. لان احنا بنقول ان اللعبه مكلفه جدا في تغذيتها، واللعيبه اللي خدوا السادس وملابسها وكل حاجه، واللعيبه اللي خدوا السادس خدوا كل واحد 2000 جنيه بعد خصم الضرايب. فهل معقول ان انا اشارك في بطولات عالم واللعيبه دي تكلف نفسيها وانت عارف التغذيه بتتم ازاي وياخد 4000 جنيه؟ اهاليهم اللي بيتحملوا القصه دي طبعا. نمره 2 احنا خاطبنا وزاره الرياضه اكتر من مره في بيروقراطيه.
بص طالما في بيروقراطيه اعرف ان مفيش تقدم. مستحيل يتم تقدم للرياضه في مصر اذا كان في بيروقراطيه، وكل واحد يقول لك انا صح والتاني يقول لك انا غلط، مش عارفين مين الصح ومين الغلط. طب العيب فين؟ تمام. انتوا بتقولوا سافروا وهنديكم الشيك. ايوه. واللعيبه جابت فعلا، ده في لاعب من اللعيبه سافر على ده يا ريت، ده هو كان مسلف اغلبيه البعثه لانه كان ربنا ميسر عليه انه هيتجوز. فجاب الشقه بتاعته وجاب الفلوس وراح مديها لبقيه اللعيبه، ولغايه دلوقتي بقى له سنه مأجل جوازه. واحنا بنخاطب يا اخوانا، مفيش حد بيسال. طيب مفيش حد، ما اعرفش يعني المسؤولين قاعدين ليه في مكاتبهم. انا يعني هرجع لحضرتك تاني، بس هروح للكابتن ابراهيم حلمي، وعايز يعني افهم شويه الترتيبات والتجهيزات لبطوله كاس العالم اللي جايه. وبطوله العالم دي فيها يعني عدد كبير من الدول المشاركه، وفي 18 لاعب مشاركين من مصر، وفي معاقين، ويعني و45 دوله في البطوله. انا عايز اعرف من حضرتك يعني ايه التجهيزات اللي تمت لاولادنا دلوقتي المفروض هيمثلوا مصر في البطوله دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول عايز اتكلم في نقطه اولانيه، ان في تحجيم ليا من قبل الوزاره في مصر في ان هي ما بتدينيش الفرصه ان انا اطلع بفريق كامل. انا بطلع ب6 لعيبه، يعني بطوله البرازيل اللي فاتت دي انا طالع ب5 لعيبه بالظبط، في ظل اشتراك اكتر من 45 دوله زي ما حضرتك قلت. يعني البطوله اللي جايه في بولندا تكاليف السفر بتاعتها مش كبيره. يعني اللاعب ممكن يتكلف 5000 جنيه. تمام. في بولندا فيها 45 دوله على الاقل، ده 45 وفقا للبطوله اللي فاتت. 45 دوله على الاقل. المفروض المراحل السنيه بتاعتي اللي انا بشارك فيها مرحله الشباب فيها 18 لاعب. دوله زي امريكا، تركيا، روسيا، كازاخستان، اذربيجان، البرازيل، المجر بيشاركوا ب2 لعيبه في كل وزن، يعني 36 لاعب. يعني 36 لاعب من 7 لعيبه انا بشارك بيهم. مصر الدنيا، وبعدين مالي اللي فيها حرب وفيها مش عارف ايش كانت مشاركه ب8 لعيبه. انت بتطلب كمان يعني من اللعيبه دول ان هم يحققوا مراكز، وبيحققوا فعلا يعني. وده بيحققوا. انا رحت ب4 حققوا مراكز على الرغم من الصعوبات اللي قابلتنا. السفريه طالعه مش طالعه، لا ده انت تطلعوا على حسابكم ونرجع ناخد الفلوس. فتخيل ان لاعب محطوط تحت الضغوط دي هيطلع يعمل ميداليه زي ما انت متوقع، حتى لو اعددته اعداد جامد جدا وانت حطيته تحت الضغوط ان هو ممكن يسافر ممكن ما يسافرش ممكن يعني كده هيعمل ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا رياضه شعبيه، لينا متطلبات لنشر اللعبه دي هنا بانديه تفوق ال 400 نادي. بس اديني الفرصه ان اعمل ده، اديني حافز رياضي عشان خاطر اجيب ناشئين، اديني ميزانيه للاتحاد يصرف يعمل جوائز في البطولات، اديني امكانيه ان انا اطلع بمنتخب كامل. ما انا النهارده ايه اللي هيحفز اللاعبين ان هم ييجوا يلعبوا اللعبه بتاعتي دي؟ انا النهارده بروح العب كره قدم عشان ابني هيتباع، هيروح هيلعب في نادي مش عارف ايه، هيجيب فلوس، هيبقى له دخل. بلعب مصارعه عشان اولمبياد وكرم جابر عمل وبتاع، وفي احتمال ان احنا نعمل زيه. طب انا عندي بطولات عالم وعندي اولمبياد ممكن نخشها. احنا النهارده بس هي لعبه اولمبيه، هي لعبه غير اولمبيه. ما هي دي مشكلتها. ما هي في اتحادات في الدرجه الثانيه هم حاطينها درجه ثانيه وغير اولمبيه زي كمال اجسام، واحنا مش اقل من كمال اجسام. انتوا حاطينكم او مصنفينكم درجه ثالثه. درجه ثالثه. كمال اجسام لسه يا كابتن ابراهيم. ايه؟ لسه كمال اجسام ما بقتش احنا حتى لو سوونا بكمال اجسام كمان هنبقى اتحاد كبير جدا. احنا الاتحاد بتاعنا سجل في اول سنه ليه في العمل هنا اللي هي سنه 92 سجل اكتر من 80 هيئه. طب الاتحاد في اول سنه يعمل كده، يبقى معنى كده ان الاتحاد ده ليه شعبيه كبيره هنا في مصر. طيب طبعا يعني اكيد الكلام لسه متصل. عايز اروح بس لكابتن محمد معروف، وهو بطل للعالم ومدرب وخبير في رياضه الايروبكس، فيقدر يعني تعرفنا اكتر او تقربنا اكتر من طبيعه اللعبه دي ومشاكل اللاعبين اللي بيواجهوها وبيتغلبوا عليها ازاي كمان. بص يا كابتن حازم، اولا بسم الله الرحمن الرحيم. او احنا كنا بنشوف سعاد حسني وحسين فهمي وسيلفستر ستالوني في الافلام، الناس كلها بتلعب ريست وبتاع والكلام ده. يمكن كابتن ابراهيم بيقول اللعبه الشعبيه، انا بقول لا، اللعبه الشعبيه اللي هي الاولى في مصر عندنا هنا اللي هي مصارعه الزراعين. مصارعه الزراعين في ابطال عالم، ناس رفعوا علم مصر عاليا، جابوا بطولات، جابوا ذهب. ده حتى في السيدات يعني يا كابتن. في السيدات واخر متحدي اعاقه كمان برضه. متحدي الاعاقه طبعا لسه في بطوله البرازيل الماضيه دي، يعني لسه تقريبا كابتن غريب او غريب كابتن وهاب جابوا لنا يعني ميداليات كويسه ورفعوا علم مصر.
فبالتالي اذا مصارعه الزراعين مش واخده حقها في بلدنا هنا مصر يا كابتن حازم. مصارعه الزراعين يمكن عن كره القدم، مع احترامي طبعا لكره القدم، مصارعه الزراعين اي حد بيلعب مصارعه الزراعين ريست، بس ليها قوانين وليها اسس وليها اتحاد والكلام ده، لكن محدش يعرفها كتير. مشاكل زمايلي بقى اللي هي بنتكلم عليها، اللي هم بيعملوا اقصى ما في وسعهم، ما بيلاقوش الحافز المادي او التقدير او الاحتفال ليهم او حتى اي حد من الوزاره. تفسر بيه يا كابتن محمد، بالرغم من ان مفيش الاهتمام ولا الحافز المادي ولا حتى المعنوي، لكن بيحققوا نتائج، واهو يعني خلينا نتكلم عن تجربه خاصه بيك انت شخصيا، انت بطل العالم، فيعني ازاي قدرت تبقى بطل العالم في حين في يعني عدم اهتمام وتجاهل والكلام ده كله؟ بص اقول لحضرتك حاجه، هو احنا دلوقتي بنعدي بظروف طبعا في بلدنا هنا، يعني الوقت اللي هو الحالي في ظروف طبعا في الاقتصاد والكلام ده. بس طبعا انا بطولة العالم 2009 كان الظروف كانت ممهدة شوية، لكن دلوقتي بيبقى في اتحاد جديد، ناس كتيرة، دول كتيرة معانا في الاتحاد، فالصعوبات بتبقى أكتر. موجودة. يعني انت يعني متخوف ان الانجاز اللي عملناه قبل كده ما يتحققش تاني بالرغم من وجود نفس الصعوبات، او الصعوبات زادت؟ لا، هو ان شاء الله يتحقق طبعا، والافضل طبعا. والمستشار زين، سياده المستشار زين العابدين ليه رؤيه جديده، وقعد مع الناس. يعني انا كل زمايلي بيقولوا لي المستشار زين اخ لينا، مش رئيس اتحاد، اخ وصاحبنا والكلام ده. فان شاء الله هيكون في انجاز عالي جدا، بس يكون في تقدير حتى لو معنوي بسيط من كبر وزاره الرياضه. طب حاليا دلوقتي ايه اكتر مشكله بتواجه لاعبين اللي بيخضعوا للاتحاد المصري للقوى البدنيه ومصارعه الزراعين؟ اكبر مشكله تقدر يعني نقولها ونصدرها او نلفت النظر اليها للمسؤولين؟ خدوا بالكم ادي مشكله جامده، هتعملوا فيها ايه؟ الحافز المادي. الحافز المادي او الحافز الرياضي الاثنين. طيب انا هاخد من حضرتك الجزئيه دي واروح مره اخرى للمستشار زين العابدين الهواري، وهو طبعا رئيس الاتحاد المصري للقوى البدنيه ومصارعه الزراعين. الحافز الرياضي عباره عن ايه؟ وهل صحيح يعني علشان ولادنا المتفوقين رياضيا يقدروا يحصلوا على الحافز الرياضي لازم يروح يرفع قضيه؟ الكلام ده مظبوط على ارض الواقع؟ بيحصل فعلا؟ هو كان في الماضي كان في لائحه بتقول ان الاتحادات الاولمبيه تاخد حافز رياضي. الاولمبيه الغير الاولمبيه اختاروا مجموعه من الاتحادات قال لي تاخد الحافز والباقي ما ياخدش. زي ايه؟ يعني في اتحاد مثلا زي اتحاد كره السرعه بياخد حافز رياضي. اتحاد الريست قالوا انه دي لعبه يعني ريست زي ما كانوا بيقولوا. ده ما يعرفوش ان انا عشان العب ريست لازم اعد نفسي. يعني بالعكس ده ولا المصارعه، لانه لازم كتف ولازم دراعات وحاجات زي كده. نمره 2، طب ما اللعبه دي اضيفت ليها قوه بدنيه، بيشيل طن وربع زي ما احنا قلنا. طبعا. فانا النهارده يعني المجموع يعني عشان برضو الناس تبقى فاهمه. طبعا ما فيش بني ادم يقدر يشيل طن وربع 1250 كيلو مره واحده، لكن هي بتبقى المسابقه المجموعه يعني 3 لعبات ف 500 مثلا في 400 في كذا في 400 مثلا يعني فبيعمل. فانا النهارده لما يكون عندي واحد لاعب بيشيل طن وربع زي ما انت بتقول وتقول لي ما اخدش حافز رياضي ازاي؟ يعني هو معانا، هو فتله معانا، هو ده فتله يا جماعه، بس هو طبعا يعني هو مش فتله، هو مش فتله خالص، بس يعني بيقولوا كده يعني عشان خاطر انا اعد اللاعب ده بصرف عليه الافات مؤلفه. مش عايز اقول لك انا اصلا عندي لاعب في هاندبول ابني عشان يوصل لاعب الدرجه الاولى او الدوري صرف يعني اقول لك ادي تقله طبعا. فالنهارده المسؤولين عن الرياضه لازم يعرفوا ان اللعبه دلوقتي اصبحت مكلفه. مش اي لعبه رياضيه، مش مصارعه الزراعين بس والقوى البدنيه، كل اللعبات مكلفه. حتى السباحه حتى الهاندبول كل اللعبات مكلفه طبعًا. جدا طبعًا. ومع ذلك انا النهارده لما باجي اقول ميزانيه الرياضه، انا معاك انه ما تقدرش الميزانيه تكفي كل اللعبات او كل الاتحادات، ولكن في حاجه اسمها ان انا بدي حافز للانسان المتفوق. الحافز الرياضي ده هيخلي اللعبه دي شعبيه اولى فعلا. طيب يعني كان سؤالي برضو لحضرتك، اللاعب علشان يحصل وهو طبعا متميز عشان يحصل على الحافز الرياضي
لازم يروح يرفع قضيه في مجلس الدوله؟ مع الاسف يعني ده الكلام ده مظبوط. النهارده انا بيجيني اللاعب يقول لي انا خدت المركز الثالث مثلا او الاول، بديله شهاده من عندي، بيروح شباب الرياضه يقول له انت مش تبع الحافز. لان انت مش اتحاد تبع الحافز، مش الاتحاد اللي هو الاولمبي. خلي بالك عليك، لا يا ريت، ده في اتحادات اولمبيه داخل الاتحاد الاولمبي نفسيا مقسمه قسمين، اتحادات غير اولمبيه فيها حافز، واتحاد ما فيهاش حافز، ما تعرفش ايه المعايير. هو الحافز ده كام يعني؟ يعني الحافز ده بالعكس، ده ممكن بطوله العالم يوصل ل 16%. ده بيبتدي جمهوريه 4% وعرب وفي افريقيا وفي عالم. ايوه، يعني ممكن الولد يدخل طب وهو جايب 80% مثلا او 85%. ليه؟ لانه بيبتدي 4% اول جمهوريه. أيوه. وفي اول عرب يعني وفي اول اولمبياد. الحافز الرياضي ده ما هوش حافز مادي، ده مهم جدا. احنا بنتكلم درجات اللي هي معروفه باسم التفوق الرياضي. تمام. اللاعب بيقعد يلعب طول السنه مش فاضل الدروس، فبيجيب مجموع قليل. أيوه. انا لما اديله حافز رياضي حسب بطولته، ممكن يكون واخد عالم واخد عرب واخد افريقيا واخد جمهوريه، فبديله فالمجموع بتاعه بيزيد، بيدخل الكليه اللي هو عاوزها طبعا. فاحنا قلنا وبعدين حقه يعني. يا جماعه قالوا لا ارفعوا قضيه، زي انت فاكر حكايه رصيد الاجازات؟ طبعا كل ما تيجي تاخد يقول لك ارفع قضيه، ارفع قضيه، والقضيه بتتكسب. بس هي وقت، فهو بيرفع قضيه في مجلس الدوله، ومجلس الدوله يقول لك الحق انه الاتحاد ده يعني زي الاتحادات الاخرى، وبيدوا له حافز رياضي. لكن انا النهارده ليه ما ياثرش على المواطنين؟ لا، لازم اغلبهم بقى. طيب انا بس شايف يعني في تعليق للكابتن ابراهيم، وبعدين هرجع لحضرتك تاني بسرعه كده. كابتن ابراهيم، هو طبعا انا بتكلم على حته القضيه بتتكلف حوالي 3000 جنيه، بتاخد من شهر ل3 شهور. أيوة. يكون طبعا التنسيق خلص ودخل دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لواقعيه البطولات وجديتها، يجوا يتفرجوا على بطولات الجمهوريه بتاعتي بتاعه الناشئين. انا كان عندي اكتر من 400 لاعب مشترك، منهم 15 لاعب في ثانويه عامه، 15 لاعب في ثانويه عامه، وابطال حقيقيين يعني، مش ابطال كده. انا كان عندي في احد الموازين اكتر من 18 لاعب في احد الموازين. انا اتحدى اي لعبه تانية يبقى في موازين بتاعتها 18 لاعب واكتر. لا، ده انا لعبه اهو زي الالعاب الاولمبيه اللي عندنا، الملاكمه والمصارعه مفيش اكتر من 18 لاعب في الميزان. لا، ده انا عندي الناشئين فيه 18 لاعب في الميزان. يعني اللعبه محبوبه ومرغوبه من الناس. ليه بقى ما نديلهمش؟ بدل ما نخليهم يجري يدفع 3000 جنيه عشان خاطر يجيب درجات ويجيب حكم، يستنى 3 شهور يدخل الكليه دي وبعد كده يرجع يتنقل للكليه دي. طب ليه؟ احنا بنساعد مش بنعطل. طيب، وده طبعا يعني هرجع تاني للمستشار زين، يعني ده بيعتبر مش حافز بس اللاعب الرياضي، لكن لاهله اللي بيصرفوا بيبقوا منتظرين كمان ان ابنهم يدخل كليه جيده. مفيش حل للموضوع ده؟ يعني مفيش اي اتجاه؟ ان شاء الله احنا في تواصل مع وزاره الرياضه، وطبعا انت عارف ان الوزير الجديد يعني جاي برضه كان واخد تركه ثقيله. فاحنا ان شاء الله نتحاور معاه ونتواصل. بس ما عادش جديد بقى الاستاذ العمري فاروق برضه يعني. التركه ثقيله. ايوه، معلش خلينا صراحه يعني. تركه ثقيله جدا، مثقله بالمشاكل. فانت كل ما تيجي تحل مشكله يطلع لك مشكله اخرى. المشاكل الكبيره كمان، عامل زي مشاكل المرور. ايوه، تعمل كوبري الناس تتكلم. بس احنا بنتكلم في اساس رياضي اعتقد ممكن يتبني عليه. هو صحيح يبدو ان الموضوع يعني خاص بعدد محدود من الاتحادات، وبالتالي يعني ابطال معينين يعني يطلعوا كام في الاخر، لكن ما هو ده بيتبني عليه. ما هو لما حاجه صغيره تترك وتهمل يعني بتدي انطباع وبتدي حاله من عدم التفاؤل بالنسبه للابطال الرياضيين. طب هروح لكابتن محمد معروف. يعني في وجهه نظرك موضوع زي موضوع الحافز الرياضي ده، ايه الخطوات اللي ممكن ناخدها واحنا نساعد بيها كمان كوسائل اعلام والاتحادات الرياضيه ووزاره الرياضه، علشان فعلا نسعد ولادنا الابطال دول بحاجه يعني بسيطه اعتقد من حقهم؟ يعني حضرتك اول حاجه يكون في تبادل مشترك بين وزاره الرياضه ووزاره التربيه والتعليم، عشان الطالب او سواء بقى الطالب الجامعي في التعليم العالي او في التعليم الابتدائي او الثانوي، يكون في عامل مشترك بين الثلاث جهات، وزاره الرياضه، وزاره التعليم العالي، ووزاره التربيه والتعليم. تمام. يعني ده الخطوه الاولى. طب دي يعني او الحكايه دي ايه اللي بيعطلها؟ يعني ايه اللي ممكن يتعمل علشان يعني نسرع شويه، ما ندخلش في موضوع روتين وبيروقراطيه والموضوع نلاقيه ياخد له 2 3 عقبال ما يتحل؟ يعني هو المسؤول الاول والاخير قدامنا كاحنا او انا كبطل او زمايلي في الاتحاد، المسؤول قدامنا اول حاجه وزاره الرياضه. هي اللي تبدا بال3 خطوات. تمام.
يعني وزارة الرياضة الحقيقة مطالبة بالكثير من الأحلام، أو نقدر نقول يعني ما هياش أحلام ولا حاجة، لكن هي نوع من أنواع الدفع أو المساعدات الحقيقية لأبطال رياضيين في اتحادات بيطلق عليها الاتحادات المظلومة، اتحادات الدرجة الثالثة. بس اتحادات الدرجة الثالثة لما تنجح وتجيب بطولات وتجيب أرقام وتقدم لنا أبطال، ما ينفعش إن هي تتعامل كاتحادات درجة ثالثة. احنا عندنا فاصل هنروح مع حضراتكم نتابعه وهنرجع مباشرة بعد كده. اعتقد موضوع الدرجة الثالثة ده وتقسيم الاتحادات والأسس اللي على أساسها او يعني القيم او التقييم اللي بيتم على اساسه تقسيم الاتحادات، اعتقد موضوع مهم لسه معانا في قضيتنا النهارده وقضايا رياضيه. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، واللائحة الخاصة بالاتحادات الرياضية في مصر وخصوصا تقييم الاتحادات دي ووضعها كاتحادات درجة أولى أو درجة تانية أو درجة تالتة، مفهوم ده إيه وبيتم إزاي؟ وهل في معايير واضحة كده لمسألة التقسيم ولا لا يعني الحكاية ماشية كده؟ المستشار زين العابدين الهواري رئيس الاتحاد المصري للقوى البدنية ومصارعة الذراعين، اللائحة بتتكلم ازاي او بتضع معايير شكلها ايه لتقسيم الاتحادات الرياضية؟ اللائحة الجديدة ولا القديمة؟ يعني خلينا في الجديدة. القديمة يعني حاليا لغاية حتى تاريخه لم تصلنا اللائحة الجديدة علشان نقدر نشوف. احنا استقينا معلومات من وسائل الاعلام والحاجات دي. المفروض انا يعني انتوا لسه شغالين على اللائحة القديمة؟ احنا لسه ما وصلتناش للجديدة، ما اتغيرتش اصلا. اساسا ما اتغيرتش الكلام يعني اللي هو يعني هو كل التغيير اعتقد تم في بند ال8 سنوات. ما هو اللائحة الجديدة كلها على 8 سنين. وشروط الترشيح وفئات بقى قسمنا مثلا من 30 ل 40 ومن 40 ل 50 وهكذا. يعني انتخابات مجلس الإدارة. يعني اعتقد كل اللي وصلت عشان الناس تعمل على اساسها. ولكن اللائحة ما اتغيرتش، احنا حاليا بنشتغل القديمة. اللائحة بتقول ايه؟ يعني مفيش معايير. انا مفيش يعني ما تقدرش تقول ان في معيار واضح. المعايير في ذهنهم. يقول لك مثلا ايه الاتحادات الغير الاولمبيه اللي هي مصنفه درجات تصرف 50% من مكافاه الاتحادات الاولمبيه. طب على اي اساس حطيتها؟ ما في اتحادات غير اولمبيه اقوى من الاتحادات الاولمبيه. العبره ببطولات عالم. هو ايه يعني ايه اتحادات اولمبيه غير اولمبيه؟ الفرق الوحيد انه دي في اولمبياد. اولمبياد معروفه ان بتلم اغلبيه دول العالم. ايوه. لكن انا النهارده اللي بياخد يعني طب ما انت بتشارك في بطوله عالم. انا بقول لي عليك مثلا انا لما اخد ميداليه اولمبيه مثلا اقوى من بطوله عالم. بتقيمها ازاي يعني ما هي دي النقطه. لا يعني انا النهارده خدت بطوله كاس العالم في الكوره. اقوى ولا اخد كاس الاولمبياد؟ بطوله الاولمبياد. لا في كره القدم مثلاً. تحديدا طبعا كاس العالم هي اقوى بطوله. يعني الهاندبول اولمبياد ولا كاس عالم؟ ايوه. في انا النهارده بلعب عالم، المفروض ما تصنفنيش تقول لك اتحادات غير اولمبيه. الاتحادات بتنجز، لكن تقول لي غير اولمبيه ده يعني مسمى غلط. طيب يعني كابتن ابراهيم، انت شايف ان تصنيف الاتحاد المصري للقوى البدنيه ومصارعه الذراعين كاتحاد درجه ثالثه هو تصنيف غير مبرر ملوش تبرير؟ هما في اللائحه اللي هي معموله من ايام الاستاذ محمد البلتاجي، ممدوح البلتاجي اسف. ايوه. بتقول ان الاتحادات بتصنف كاولمبيه وغير اولمبيه. اما الاتحادات الغير اولمبيه هي الاتحادات اللي بتجمع في طياتها هيئات تقل عن 20، واللي بتجمع اكتر من 20 دي بتتحاسب كده ودي بتتحاسب كده. طب احنا عندنا هيئات كتير، مش عندنا هيئات اقل من 20. دي حاجه. الحاجه بطولات العالم
عندك كرم جابر عمل ميداليه في اولمبياد اثينا وعمل ميداليه في الاولمبياد ذهب، وفي بطوله العالم اللي قبلها كان عامل فضه. ما عملش ذهب في بطوله العالم خالص. ايوه في ولا بطوله عالم، عمل فضه وعمل ذهب في فبطوله العالم اقوى طبعا. كمحفل وكتجمع اقوى. والدليل اهو، جبت لك دليل مباشر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا اتحاد عملتني درجه ثالثه على اي اساس؟ انا ليا شعبيه في مصر كويسه، ليا بطولات، ليا تسجيل في بطولات العالم. الاتحاد الدولي بتاعي، ما حضرتك تبعت مندوب من الوزاره معايا تشوف البطولات الدوليه بتاعتنا عامله ازاي. طيب كابتن محمد، هل يعني في عدم اهتمام اعلامي كافي بالاتحاد ده؟ يعني سواء الاتحاد ما بيتواصلش مع وسائل الاعلام والصحافه بدرجه كافيه، او برضو وسائل الاعلام والصحافه ما بتلقيش الضوء على الاتحاد بشكل كافي، فمش واخد يعني البريق الاعلامي اللي يخلي المسؤولين يتعاملوا معاه كاتحاد درجه اولى او ثانيه. رايك ايه؟ هو اولا بالنسبه للتلفزيون المصري ما فيش الا البرامج الرياضيه هنا في القناه الثانيه. يمكن انا ليا عدة شويه برامج كده، عدة برامج في التلفزيون المصري. بس دي برامج انت اللي بتقدمها مش كده؟ انا اللي بقدمها. بقدم الفقرات الرياضيه. حضرتك انا بصر في اثناء الفقره بتاعتي بيقولوا لي نكتب لك خبير رياضي على الشاشه. لا، بصر ان انا اكتب مصارع زراعين عشان يتعرف ايه مصارعه الزراعين. بطل عالم في مصارعه بطل عالم بالظبط، عشان يتعرف مصارعه الزراعين. بالنسبه للبرامج الرياضيه عندكم هنا ده موجود، انتوا الحمد لله مهتمين بالكلام ده، لكن بالنسبه لكافه القطاعات للاسف لا، ما فيش. طيب يعني الحقيقه احنا حاولنا النهارده استكمالا للدور اللي احنا شايفين المفروض ان احنا نقدمه بإلقاء الضوء على الاتحادات اللي بيطلق عليها اتحادات الدرجه الثالثه، في حين ان لما نبحث فيها ونزيل الغبار، طبقه الغبار الخفيفه اللي عليها، نكتشف ان عندنا ابطال من ذهب، وعندنا اتحادات ترتقي الى اتحادات الدرجه الاولى ان لم تكن افضل. يعني كان معانا واحد من هذه الاتحادات النهارده، الاتحاد المصري للقوه البدنيه ومصارعه الزراعين، ورئيسه وبعض من ابطاله ومدربيه. كل الامل ان يتم اعاده النظر مره اخرى من قبل الساده المسؤولين لمثل هذه الاتحادات، خاصه اذا كنا داخلين على بطوله للعالم وبننتظر من ابنائنا وابطالنا في هذا الاتحاد ان هم يرفعوا اسم مصر ويجيبوا يعني القاب وميداليات باسم مصر. انا بشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا. كان نفسي يبقى عندنا وقت اطول. سياده المستشار زين العابدين الهواري، رئيس الاتحاد المصري للقوى البدنيه ومصارعه الزراعين، شكرا جزيلا. وكابتن ابراهيم حلمي، المدير الفني لمنتخب مصر لمصارعه الذراعين، شرفتنا. كابتن محمد معروف، بطل مصر في مصارعه الزراعين والمدرب وخبير رياضه الايروبكس، شكرا لكم جزيلا. وشكرا لكل مشاهدينا، شرفتونا النهارده وسعدنا بيكم جدا من خلال حلقتنا النهارده. ارجو نكون وفقنا. بكره ان شاء الله لقاء متجدد وقضايا رياضيه، ويوميا عالم الرياضه على شاشه التانية. شكرا جدا. تحياتنا.